أقرب الناس إليك زوجتك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أكرموا النساء، فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. هذه رفيقة العمر، هذه شريكة العمر، ينبغي أن ترفق بها. هي أقرب الناس إليك، وهي أولى الناس بحسن معاملتك. وما في إنسان كامل، يعني وإن أعوج ما فيه أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرهن طلاقهن، فاستمتعوا بهن على عوج. هذا رفق بالإنسان. إنسان بالحكمة يسعد بزوجة من الدرجة الخامسة، ومن دون حكمة وعن طريق العنف يشقى بزوجة من الدرجة الأولى. لذلك أكبر عطاء إلهي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أكرموا النساء، فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. استوصوا بالنساء خيرا. النبي الكريم يوصيك بالمرأة. ومن أدق ما قرأت عن قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، قال بعض المفسرين: ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. هذا رفق بالإنسان. يعني البيت فيه لطف، فيه إلقاء سلام، فيه ابتسامة. كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا. كان يقول عن النساء: إنهن المؤنسات الغاليات. والحب تصنعه أنت بيدك، بابتسامة، بإلقاء السلام، بالتسامح، أحيانا بالمعاونة. كان عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله كان يكنس داره، ويرفو ثوبه، ويحلب شاته، وكان في مهنة أهله. فمعاملة الزوجة برفق شيء رائع جدا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية في البيت. قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. يمكن أخلاق الإنسان خارج البيت يمكن أن تنضوي تحت مصلحته.